سيداتي انساتي سادتي، اهلا بكم في تلفزيون اسيلي. وانا ببص على التعليقات على الثلاث حلقات المهمين جدا بالنسبه لي بتوع موضوع الحب والخوف ده، لقيت شويه ملاحظ كده. اولا هو انا ببص على التعليقات عشان انا عايز الشو ده يفضل كده اورجانيك كده، عايزه يفضل صاحي بانه ياخد منكم ويرجع لكم وياخد منكم ويرجع لكم وياخد منكم ويرجع لكم، فالدايره دي تقفل. فلقيت ناس كتير جدا مبسوطين قوي بحكايه ان انا سبت الباب مفتوح كده وقلت على فكره هو انت صحيح لازم لما عشان تحب نفسك، عشان تعرف انك بتحب نفسك، عشان تتمرن على انك تحب نفسك، لازم ما تسيبش نفسك ابدا في ظرف مضايقها وخانقها ومش حاسس انه مكانك ومش حاسس انه بتاعك. فلو مضطر، لو خلاص فعلا مضطر، يعني مضطر، وضربنا مثال كده الفته يعني هندسته كده عشان اعمل فيه اضطرار فعلا ويبقى نبيل فعلا ويبقى فيه حب فعلا. لقيت ناس كتير مرتاحين الحكايه دي، ان لو مضطر خلاص حب نفسك وانت مضطر وخلاص. بس ما تنساش ان على فكره وانت مرتاح قوي من الحكايه دي، اوعى تكون معلق خوفك عليها وبتقول لنفسك انا مش خايف ولا حاجه، انا بس مضطر. فكر في الحكايه دي كويس. في نفس السياق وانا ببص في الرسائل بتاعتكم، لقيت حد بيسالني اعرف ازاي يا عسيلي اذا كنت اعرف ازاي الحاجه اللي انا مميز فيها عشان اعملها عشان ابقى بحب نفسي. بص بقى، الحكايه بتاعت ان انت تبقى مميز دي اصلا فكره غلط. يعني المجتمع ده بيبقى لك بنصب مش حقيقي. مش انت مش لازم تبقى مميز في حاجه على فكره. يعني اللي احنا عارفينه عنك انك كائن فريد من نوعك، وانت عارف ده عن نفسك. انت كائن فريد من نوعك، مفيش حد في الدنيا زيك. بس ان انت كائن لازم تكون مميز في حاجه ده مش حقيقي. مش شرط ان انت مميز في حاجه. المميزين دول لازم يبقوا اقل من عامه الناس. في عامه الناس في مميزين عادي، كل الناس موجوده هم، وفي 100 مطرب، كل الناس موجوده هم، وفي 100 ممثل، هو عادي يعني. طيب انا مش مطلوب مني ابقى مميز، اما المطلوب مني ابقى ايه؟ مطلوب منك تبقى مرتاح، مطلوب منك تبقى في مكانك. لو انت مرتاح وفي مكانك، لو عندك ميزه ما جواك انت هتعرف تلاقيها لانك مرتاح. لو انت مضغوط وعايش في ظرف مش بتاعك، عمرك ما هتلاقي ميزتك. وانت كمان مرتاح في مكانك، بتعرف تلاقي ايه الحاجات اللي انت المفروض تصلحها وتغيرها في نفسك. لو انت مضغوط وعايش في ظرف خانقك، مش ممكن تلاقي الحاجات اللي انت تقدر تغيرها في نفسك. وعشان كده احنا مهتمين جدا بحكايه الحب النفس دي، حب روحك دي، عشان هو ده المفتاح بتاعك انت، ده مفتاح بتاع تحققك عشان تكمل، عشان تكون. فتعال نعدي دلوقتي على البدايه بتاعت الحكايه دي منين. انا دلوقتي عايز بقى اعرف انا مميز في ايه عشان ادخل مثلا بعد ثانويه عامه ادخل ادرس الحاجه اللي انا مميز فيها. اولا انت على فكره وانت في السن بتاع ثانويه عامه، اولا انت عارف حاجه عن نفسك اصلا. كل الحاجات اللي انت عارفها دي هتمشي 10 سنين وتكتشف ان انت ما كنتش فاهم اي حاجه عنك انت شخصيا يعني. فما تركزش قوي مع حكايه العوزان دي، العوزان المستقبلي ده سيبك منه. احنا كمان مجتمع جبان خايف جدا من بكره، وممكن يكون العالم كله عامل كده دلوقتي. كل العالم خطط مش عارف ايه، خطط لنفسك، ارمي لقدام، اعمل بتاع. واللي حاصل في الحقيقه ان كل العالم عمال يحوش كانك بتحوش حياتك تعيشها بعدين وبعدين عمره ما بيجي، لان بكره بيطلع لك المخاوف الجديده بتاعت نفس المجتمع، وبعده بيطلع لك مخاوف جديده بتاعت نفس المجتمع، وبعد سنه بيطلع لك مخاوف جديده، وتقعد طول الوقت انت بتجري من ديلك كده لحد ما تلاقي نفسك عندك 60 سنه وما حصلش اي حاجه، وعشت حياه كلها تعيسه مستني بكره اللي هيجي تعيش فيها بيه بقى بعد ما فضلت تجري من الخوف. اللي بيجري من الخوف ما بيروحش في اي حته، اللي بيجري من الخوف بيقعد يجري من ديله. طيب دخلنا بقى في اول قرار مهم اهو. خلاص ثانويه عامه وقاعد تفكر انت في الموضوع، طبعا بدل ما انت بتركز في المذاكره انت عمال مسحول في الحكايه بتاعت ايه. وانا في واحد صاحبي على فكره حكى لي قصه رهيبه جدا، انه هندس فكره كده. يعني ابوه كان عايز يدخل كليه معينه، وبعدين الكليه المعينه دي هو مش عايز يدخلها، مش عايز افسر يعني عشان ما ابوه ما يفقسوش ان هو راح مهندس فكره عبقريه جدا انه يظبط مجموعه بحيث ان مجموعه ما يجيبش الكليه دي ويجيب الكليه اللي قبلها اللي هو عايز يدخلها. ايه البشاعه دي؟ المهم حضرتك خلصت ثانويه عامه بقى وعايز تكتشف انت مميز في ايه. قلنا خلاص عسيلي قال لنا مش لازم تبقى مميز، وانا صدقت ومبسوط بالحكايه دي واشتريت. انا مش لازم ابقى مميز، امال لازم ابقى ايه؟ لازم ابقى مرتاح. طيب التيمتلي احسن سيناريو ممكن هو ان حضرتك تبقى عايز تشتغل حاجه انت عايز تشتغلها،
مش المجتمع عايزك تشتغلها، مش ابوك عايزك تشتغلها، مش امك عايزه تشتغلها، مش الجيران، مش عشان برستيج، مش عشان الناس تبص لك. انت عايز تشتغل كده، انت عايز تشتغل دكتور، حبيبي اتفضل. الطريقه الوحيده انك تشتغل دكتور هي انك تدخل كليه الطب. اتفضل ادخل كليه الطب وابقى دكتور. انت عايز تشتغل دكتور فهتبقى مبسوط انت بتدرس طب وهتبقى تمام، حاجه ظريفه جدا. بس اسف اغلب الناس ما بيحصلهمش كده. اغلب الناس من اللي انا بشوفه يعني ومن اللي انا فاكره يعني وانا صحيح عجوز دلوقتي بس انا كنت في ثانويه عامه انا كمان، اغلب الناس بيبقوا بيتحركوا من منطلق ان هم مش هنتصرف ازاي بقى، نروح فين؟ انا عايز حاجه انا مش عارفها لسه. طب ما طبيعي ان انت مش عارف، مش عندك 16 سنه هتعرف ايه؟ انت المفروض تبقى مش عارف. طيب لو انا مش عارف، في واحد محظوظ عايز يبقى دكتور، واحد محظوظ عايز يبقى مهندس، واحد محظوظ عايز يبقى مدرس، واحد محظوظ عايز يبقى محامي، عارف هو عايز ايه. طب اللي مش عارف هو عايز ايه في المستقبل، غلطان في حاجه؟ لا مش غلطان في حاجه. طب يعمل ايه، يموت يعني عشان مش عارف هو عايز يبقى ايه؟ لا، يعمل حاجه سهله جدا، يروح مذاكر دلوقتي الحاجه اللي هيبقى مبسوط وهو بيذاكرها. انا هبقى مرتاح وانا بدرس ذبابه الفاكهه. طب انت هتشتغل ايه بذبابه الفاكهه؟ مالكش دعوه، انا هبقى مرتاح وانا بدرس ذبابه الفاكهه. اللي هيحصل قدام ده انا ما عنديش ليه اي ضمانات، زي ما انت كمان ما عندكش ليه اي ضمانات. حضرتك وانت داخل طب انت ما بتعرفش مستقبلك على فكره كدكتور. ما انت ممكن تدخل طب وتبقى شاطر في طب وبتاع وتطلع دكتور فاشل. ممكن تدخل طب يعني مش عايز اقعد يعني اقول لكم سيناريوهات بايخه ممكن تحصل لبني ادم، كتير قوي سيناريوهات بايخه ممكن تحصل لبني ادم. انت مالكش دعوه بالمستقبل، انت مالكش قدره على السيطره على المستقبل. وخوفك من المستقبل بيوديك للسيناريو اللي احنا جايبينه ده، بتاع ان انت دايما بتفضل تجري من حاجه، ما انت خايف من حاجه لسه ما حصلتش، يعني هتفضل على طول خايف لان دايما في حاجه لسه ما حصلتش، دايما في مستقبل. فعمرك ما تخاف من المستقبل. وهنتكلم يعني في الاخر عن ازاي، الطريقه بتاعت ازاي ما تخافش من المستقبل. تخاف من نفسك دلوقتي، ما تخافش من المستقبل، تخاف من نفسك. تخاف من نفسك ايه؟ لا تضيع دلوقتي. طب تعمل ايه وانت دلوقتي؟ تعمل كده، انا عايز ادرس الحاجه الفلانيه. وما تفتكرش نفسك لو انت قلت لنفسك انا مش عارف انا عايز ادرس ايه، مش حقيقي. لان انت مثلا تخيل كده ان انت فتحت يوتيوب، فاليوتيوب راح مطلع لك 10 فيديوهات كده على جنب كده، في واحد من دول موضوع انت مهتم بيه، كان ذبابة الفاكهة أو كان فلسفة أو كان اجتماع أو كان طب أو كان أي خرابيط في الدنيا. دور على الحاجة اللي أنت أصلا بتحب تسمع عنها. لو لقيت أصحابك بيتكلموا فيها تروح سامعهم، لو لقيت مقالة في الجورنال عنها تروح مش عارف إيه، لقيت فيديو عنها تروح متفرج. هي دي الحاجة اللي أنت بتحبها، روح ادرس الحاجة اللي أنت بتحبها. لو أنت حتى بعد سنة ولا 2 من الدراسة دي اكتشفت انه على فكرة انا ما طلعتش بحب الحاجة دي قوي، ده طلع بس كده يعني كان حاجة كده يعني حب مراهقة، مش قصدي ان انا عايز اعيش عمري كله بدأ، تروح عادي جدا، انت مرتاح، هتعرف تاخد القرار ده لانك مرتاح. هتروح محاول لا انا مش عايز، انا بقيت دلوقتي انا مهتم اكتر بالحكايه دي، وتروح تدرسها. ايه يعني هتقعد يا عم 10 سنين في الكليه؟ اقعد 10 سنين في الكليه احسن لك بكتير ما تقعد تجري من ديلك. ها طيب دخلت انت، ما لحقناكش قبل ما تدخل ثانويه عامه، لحقناك بعد الكليه، خلاص دخلت الكليه، خلصت التوريطه دي، قعدت 4-5 سنين، اتخرجت، بقيت كده مش طايق نفسك. نعمل ايه؟ نفس الموضوع، انت هتقعد عايش في ظرف طول عمرك متعذب فيه، يحكم بقيه حياتك كلها عشان انت عملت حاجه غلط، عشان انت مشيت ورا المجتمع ورحت منقي زي ما هم قالوا لك. لا، تروح برضو مغير معامل الدركسيون. انت لسه صغير، خلي بالك، النط من المركب قدام بيبقى صعب جدا، دلوقتي سهل قوي. ايه يعني مشكله يعني؟ ايه دخلت كليه وبعدين هشتغل حاجه ثانيه، ايه ما فيهاش حاجه، ايه المشكله؟ ما حصلش حاجه. عايز تدرس كليه، عايز تدخل تاخد شغلانه تشتغلها الصبح، يعني تروح الجامعه وتشتغل شغلانه بتاع تصرف على نفسك، وانت اعمل كده. هضيع 4 سنين احسن بكتير ما تضيع عمرك على فكره، ودول مش 4 سنين بيضيعوا ولا حاجه. الوقت اللي انت بتقضيه عشان تبني حياتك، عشان تكون انت، عشان تبقى مرتاح، عشان تبقى سعيد، عشان تحب نفسك، ده مش وقت ضايع. ان شاء الله تقعد طول عمرك بتعمل كده. الوقت التاني هو اللي بيبقى كله ضايع، حتى لو قعدت طول عمرك بتجري من ديلك، ده اللي كله اسمه وقت ضايع، ده اللي اسمه عمر ضايع. حضرتك قاعد في الشغل بقى، في ناس برضو النط من المركب اسهل لهم من ناس بسبب الظروف الماديه، بسبب الظروف الاجتماعيه، بسبب اي حاجه. كل ما تتاخر كل ما النط من المركب هيبقى اصعب ما حدش هيقدر يساعدك في الحكايه دي. بس برضو لازم تعرف ان شغلتك انك تحاول على قد ما تقدر انك تنط. يعني حضرتك متورط دلوقتي بتشتغل في الشغلانه اللي انت ما بتطيقهاش دي، واتفرجت على كام حلقه دول وبقيت حاسس ان انت بتظلم نفسك وانت قاعد في الشغلانه دي، وبقيت دلوقتي لا انا عايز انط،
وبعدين راحت مراتك بقى داخله عليك، وانت حضرتك رحت بعد ما اتجوزت بسنه رحت مخلف زي ما الناس برضو بيعملوا على طول، عشان امك بتقول لك نفرح بيك وابوها بيقول لها يلا بقى شدي حيلك والحاجات دي. فرحت انت لقيت نفسك عندك ورطه، ده مش عارف ايه، ده الواد بيجيب له البتاع البامبرز ب 150 جنيه بقى ولا حاجه كده. هتعمل ايه دلوقتي؟ وفي مصاريف وفي مدري ايه وفي مبصر ايه. تروح حضرتك على طول فورا، يعني ده اقتراح مني، تروح عامل خطه ازاي ممكن ان شاء الله ما تاكلش بره، ما تاكلش مش عارف ايه، مش هنخرج، مش هنروح كذا، مش هنصرف فلوس كذا. انا هعيش حياتي دلوقتي عشان نحوش فلوس اقدر اخد بيها اجازه من شغلي 6 شهور من غير مرتب، عشان اروح اقعد كده استقنيص وابص في السقف واشرب شاي وافكر انا عايز اعمل ايه في حياتي. الموضوع ده يستاهل تضحيه، ويستاهل تجوع ما عندكوش اكل في البيت تجيبوا زيتونه وتاكلوه. يستاهل، هو ده اللي يستاهل. انك تكون يستاهل، انك تبقى في مكانك يستاهل، انك تحاول تبقى سعيد يستاهل، انك تحب نفسك فتبقى بني ادم يستاهل. يستاهل اي تضحيه في الدنيا. عملت كده حضرتك، قعدت ان شاء الله تقعد 2 تحاول تحوش عشان تاخد 6 شهور اجازه، اعملهم احسن ما تعملش حاجه. قعدت 2 وقعدت 6 شهور باصص في السقف وبتشرب شاي وبتسأل اصحابك وبتعدي على الناس في الشغل وبتتفرج على فيديوهات على اليوتيوب وبتدور في الدنيا ومش لاقي، خلاص انت مضطر. يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مش قادر. انا حاولت، انا حطيت طريقه، انا عملت خطه، انا عملت تضحيه عشان الطريقه، عملت تضحيه عشان نفسي. انا مراتي كانت جدعه ووقفت جنبي وقالت لي ملعون اللي مش عارف ايه ومش عارف ايه، يلا نعمل البتاع اللي انت، يلا نلاقيك وحاولنا احنا الاثنين وفشلت. خلاص تروح وانت راجع بقى تشتغل الشغلانه اللي انت ما كنتش بتحبها دي، هيبقى ينطبق عليك الشرط الاولاني بتاع ان حضرتك ساعتها هتقدر تحب نفسك وانت بتعمل الشغلانه اللي وانت في الظرف اللي انت مش حابه ده، لانك حاولت، لانك اثبتت لنفسك انك بتحبها وهي عارفه. الجواز عند البنات برضو احنا بنلف هم 3 قرارات: ندخل كليه ايه، نتجوز مين، نطلقه امتى، نشتغل ايه. هم ما فيش حاجه تانية، والمجتمع بيدور حوالين دول. الباقي بقى ناكل ايه ونخرج ايه والحاجات دي حاجات بقى سهله. طيب حضرتك برضو اتورطتي، جوزتي وانت مش عارفه ايه الموضوع، وبعدين الحكايه مشيت كده، وبعدين هوب جه العيل الاولاني، وبعدين جه العيل الثاني، وبعدين خلاص بقى يلا عشان العيال تعملي ايه؟ عشان العيال تضحي بنفسك عشان العيال؟ طب ما انت اصلا مش موجوده. بصوا يا جماعه، تضحيه الام ممكن تضحي بنفسها طبعا عشان عيالها، بس يحصل ايه؟ يحصل ان في عربيه كده جايه تخبط عيالها، بعد شر على كل عيال، وبعدين هي بقى تروح رايحه راميه نفسها، دي الطريقه الوحيده اللي هي اكتشفتها، وتروح رايحه طايره في الهواء وزقه العيال بعيد وهي تاخد العربيه. كويس، دي تضحيه بالنفس فعلا من اجل العيال، واي ام واي اب يلاقي نفس الموقف ده هيعمل كده. دي تضحيه. بس انك تعيش وانت روحك مخنوقه وزعلانه، وانت نفسيتك تعبانه، وانت مش في مكانك، وانت مزنوق ومتضايق ده مش تضحيه بالنفس، ده انتحار. عشان اصلا ذاتك انت الكائن الفريد من نوعه ما بقاش موجود، بقى كانك انت ما جيتش. ده غير ان انت وانت كمان يعني لو في نفس الظرف انت بتضر ولادك دول، عشان انت بتعلمهم ان هو ده الجواز، انت بتعلمهم يعملوا كده في نفسهم، انت بتعلمهم التعاسه. في حد فيكم عايز يعلم عياله التعاسه؟ العيال الصغيرين دول تعلمهم الكلام اللي احنا بنقوله ده، تعلمهم يبقوا سعداء، وتعلمهم يختاروا نفسهم، وتعلمهم يلاقوا مكانهم في الدنيا عشان يموتوا هم مبتسمين. مش تعلمهم يقعدوا يفهموا نفسهم هم مرعوبين من الخوف، يفهموا نفسهم ان هم بيضحوا من اجل الحب وهم اصلا بينتحروا بسبب الخوف. في حاجة مهمة على موضوع النط من المركب ده. نط من المركب مش حاجة سهلة، ولا نط من مركب جواز حاجة سهلة، ولا نط من مركب شغل حاجة سهلة، ولا حتى ساعات النط من مركب كلية حاجة سهلة. النط من مركب بيستلزم تصديق ان في حد هيلحقك لما تنط. الحد الوحيد اللي ممكن يلحقك لما تنط هو ربنا. لو انت ما صدقتش ان ربنا هيلحقك لما تنط،
يبقى ايمانك بان ربنا هيلحقك لما تنط لم يكتمل بعد. محدش يقدر يلومك. الايمان ده مساله بتبنى، ممكن تقعد عمرك كله تبنيها، بس اعرف انك خوفك معناه ان ايمانك لم يكتمل. لان الخوف عكس الله، الله عكس الخوف. الطمأنينة عند ربنا، الخوف الناحية التانية. لو انت شايف نفسك خايف دور على، ما تقعدش بقى تتكلم في الخوف، ما تقعدش تلك في الخوف، ولا تقعد تذكر امثله عن الناس الخايفه عملت ايه، ولا مالكش بقى بالموضوع ده. روح على الموضوع الاصلي، روح على الموضوع بتاع ان انا على فكره اكتشفت لما لقيت نفسي خايف انط من مركب وبضحي بذاتي بنفسي من اجل ولا حاجه، من اجل الخوف. اعرف ان انت عندك مشكله في موضوع الايمان ده، وسيبك، مش مهم بقى انت بتشتغل ايه، بتروح ايه، متجوزه مين، مش مهم. روح بص في الحكايه بتاعت الايمان دي وصلحها عشان الدايره تبدا تلف تاني. لو الايمان اتصلح، النط من المركب هيبقى اسهل، انك تلاقي نفسك هيبقى اسهل، انك تحب نفسك عشان توصل لربنا في روحك هيبقى اسهل، كل حاجه تبقى اسهل. بس كفايه كده النهارده، اشوفك حاجه ان شاء الله. تمام.